بصي يا حبيبه قلبي، اكيد عندك مكان تاني. اعملي حسابك كأنك هترضعي رضاعة حبيسة. اولا انت لو عزلت عيال ارنبة، عمر الارنبة ما يدخل مكانها، لان الارنبة بتبقى عارفة المكان اللي هي ولدت فيه، استحالة بتغيره. يعني من الصعب للارانب بالذات ان هي لو ولدت في مكان وتيجي تنقلي لها مثلا شوية ارانب في مكان تاني وتاخدي لها شوية شعر وفرش من اللي هي فرشاه، هيبقى صعب قوي وهتسيبهم يموتوا ومش هترضى تدخل ترضعهم. طيب انت هتعملي ايه؟ انت بقى هتمسكي الارنبتين هتخلي كل واحدة معاهم يوم. يعني هتشيلي واحدة النهاردة من معاهم خالص، يعني اكيد هم عشان اتنين اكيد جايبين خلفة كتير. هتشيلي الارنبة من معاهم وتسيبي واحدة النهاردة هتدخلها. لو عرفت ان انت تمسكيها تعملي لها رضاعة حبيسة، لو في حاجة بتتقفل عليهم وعرفت ترضعي رضاعة حبيسة وتمسكي الارنبة تدخليها هي بنفسها ترضع، يبقى تمام. مش هتعرفي، استنى بنسقوهم مي. مش هتعرفي يا حبيبة قلبي تعملي رضاعة حبيسة، هتعملي ايه؟ هتشيلي واحدة النهاردة، هتحطي واحدة بالنهار وواحدة بالليل، بس اللي انت هتشيليها ديت هتحطيها في مكان كويس. يعني عندك اوضة تانية، عندك قفص عندك بوكس، عندك اي حاجة، هتشيلي واحدة منهم وتنقليها في مكان، وتاني وبالليل تدخلي التانية. يعني تعملي عملية تبديل امهات لحد الارانب ما يبدأوا يفتحهم ويطلعوا ورا امهم. ساعة الارنب ما فتح وطلع ورا امه خلاص ما تقلقيش، هما كده كده هتحطي النتايتين الاتنين مع بعض تاني، هما كده كده الارانب ده هيدخل تحت دي يرضع وده هيدخل تحت دي يرضع، ومش هيبقى فيه مشكلة. وربنا يقويكي ويبارك لك فيهم يا رب، اللهم امين. بصي يا حبيبه قلبي، كان المفروض من البدايه ان انت خدتي بالك. يعني انا ببقى واخده بالي، بحب مثلا اجي اتابع الارانب واقعد جنبهم وهم بياكلوا واتفرج عليهم، وعارفه ان دي هتولد النهارده ولا دي الاتنين هيولدوا سوا. ببقى من وهم لسه بيفرشوا، هم لسه بيجهزوا العش بتاع الولاده، انتي بتخلي بالك لقيتهم الاتنين هيدخلوا يفرشوا مع بعض، بتاخدي واحدة تطلعيها وتدخليها مكان تاني. لو انتي بتربي ارضي والارنبتين الاتنين هتلاقيهم يدخلوا يولدوا مع بعض، لازم تاخدي ارنبة منهم تستبعديها عن التانية. المكان اللي هما الاتنين بيعملوا فيه وبيجهزوا فيه عشان يولدوا فيه احط فيه قالب طوب ولا حاجة، بحيث ان هما ما يدخلوش فيه اساسا الاتنين. وكل ما واحدة تدخل فيه تطلعيها وتحطيها في مكان تاني لحد وتفرشي لها قش في مكان وتدخليها عليه. مجرد انت ما فرشتي لها قش ودخلتها عليه، هي خلاص لوحدها هتبص تلاقيها بسم الله ما شاء الله عارفة المكان وداخلة مجهزة فيه. لو عجبك الفيديو واستفدت منه ما تنساش دعم الفيديو بلايك وشير وسبسكرايب. دعم الفيديو عشان تساعد على انتشاره. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.